بمناسبة ألبوم BTS الجديد حاليًا، السوشيال ميديا منقسمة لقسمين، قسم مع الألبوم وشايف إن هو جميل جدًا وطلعوا بيه المريخ، تمام، وأنا مع القسم ده، آآ وقسم تاني شايف إن الألبوم لأ، لأ الألبوم مش قد كده ووِحِش و ج كده، تمام. طبعًا اختلاف الرأي لا يفسد للوِد قضية، وكل واحد ليه رأيه واحترم وكل شيء. أنا كائن أحب المنطق، إحنا بُص نمشي طبعًا على المنطق ونشوف الألبوم ده يستاهل والّا لأ. أولًا اسم الألبوم موفّق جدًا في اختياره، وممكن تسأله أي اسأله ChatGPT، خشوا اسألوا جوجل عن اسم الألبوم ومعناه هتعرفوا إن هو مرتبط ارتباط عميق بالثقافة الكورية، وبُصّوا يعني واختيار موفّق، تمام. تاني حاجة شعار الألبوم، اختيار موفّق تاني، لإنه برضه شعار الألبوم متاخد من أشهر أثر صوتي في كوريا. فبرضه ده موفّق جدًا، وعلى فكرة هو مرتبط بالأغنية رقم 29 الأغنية الجميلة جدًا دي اللي إحنا حفظنا كلماتها في دقيقة، يعني شوفوا يعني حتى أغنية من غير أغنية خدت مشاهدات والله ولا أحلى أغنية تاخدها، فيعني ده لوحده إنجاز، يعني ده لوحده إنجاز، أنتم عايزين إيه تاني أكتر من كده؟ رقم 3 رقم 4 بقى أسماء الأغاني ومواضيع الأغاني والألحان بتاعة الأغاني واللي أدّوا الأغاني كلّهم ياخدوا 10 من 10 يعني والله ما فيهم غلطة، يعني حد يطلّع لي فيهم غلطة، أنا عايزة حد ييجي ويطلّع لي فيهم غلطة. هي الحاجة الوحيدة بصراحة عشان خاطر نكون صُرحا مع بعضينا واللي ممكن هم يعني النُص التاني ده يكون متضايق منها وأنا معاهم، إن الأغنية الرئيسية كانت كلّها English وده المفروض يعني ما يحصلش أوي. أنا عارفة إن في أرمي عالمي وكده، بس إحنا يوم ما دخلنا الK-pop دخلناه علشان خاطر هو مختلف عن الpop، فأنا دلوقتي عايزة أسمع K-pop مش عايزة أسمع pop. حاسة إن هي لو اتحط فيها كام كلمة كده كوريا يعني كانت الموضوع يعني عارفة هتفرق إحنا عندنا نفسيًا ومعنويًا وكده، فاهمين؟ فدي من الحاجات يعني اللي كانت هتبقى أحلى لو اتعملت، بس هي still الأغنية تحفة، تمام؟ أنا على فكرة في أغاني تانية حبيتها أكتر من الأغنية الرئيسية، تمام، يعني في أغاني رجّعت لي ذكريات كده بMic Drop واللي هو آخر حاجة أنا عايزة حد يفصل عندي النت علشان خاطر يعني الموضوع كده مش نافع، أنا كائن هادي أصلًا، بس أنا من امبارح مش هادي خالص، هادي سافر ومشي، راح لهم هناك في الحفلة، ف وخايفة أنزل في الشارع ما أعرفش أتحكم في نفسي، فيا ريت تكمّلوا باقي الألبوم وقولوا لي أنهي أغنية عجبتكم.